كنت عارف إن مش كل سكتة دماغية هي جلطة؟ أيوة، ممكن تكون نزيف في المخ. متخيل السبب ممكن يكون حاجتين عكس بعض، جلطة أو نزيف، وده ممكن يزيد من خطورة الحالة لو اتعاملت معاها غلط. أهلا بيكم في أول حلقة من اعرف أكتر عن من كلام صيدلي. قبل ما نبدأ اعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان تتابعوا الحلقات الجاية. يلا بينا. السكتة الدماغية باختصار كده لما يحصل مشكلة في تدفق الدم للمخ، يا إما يحصل جلطة فالدم مش عارف يوصل لجزء معين في المخ، أو نزيف فالدم برضه ما يوصلش. يعني هيحصل نفس الأعراض بسبب تلف في الأنسجة بشكل دايم، وده هيؤدي لشلل أو مشاكل تانية في الجسم على حسب أنهي جزء موصلوش دم. في معلومة لازم تعرفها، لو حد حس بأعراض السكتة وبدأنا نديله أدوية زي الأسبرين على إنها جلطة، ده ممكن يزود من خطورة الموقف لو كان السبب نزيف. عشان كده لازم تكون دقيق في تشخيص الحالة قبل ما تتصرف. وعلى فكرة ممكن تلحق السكتة في خلال من 4 ل 6 ساعات تقريبا من ساعة الشعور بالأعراض، وده وقت كافي جدا نروح لأقرب مستشفى، وهناك هيقدروا يشخصوا الحالة ويشوفوا هيقدروا يتعاملوا معاها ولا تروح لأقرب مؤسسة مؤهلة لده. طب الغلطة دي موجودة ليه؟ عشان نسبة السكتة الدماغية بسبب النزيف من 10 ل 20% بس، فبقى المتعارف عليها ان الاسم جلطة في المخ، وان جلطة محتاجة حاجة للسيولة، او ان المريض في عربية الاسعاف هيدوله ادوية السيولة عشان يلحقوه. بس كل المفاهيم دي غلط، لان حتى المستشفيات المتخصصة ما بتبدأش العلاج من غير ما تتأكد من سبب السكتة الدماغية. في النهاية السكتة الدماغية مش مجرد جلطة، لازم تتأكد من السبب الحقيقي عشان نقدر نساعد الشخص بالطريقة الصح. فلو شفت اي اعراض زي صداع مع صعوبة في الكلام، ارتخاء مفاجئ في الوش، مش عارف ترفع ايدك، حاول توصل للطوارئ بسرعة. خلي بالكم من صحتكم.